من أحلى وأغرب الأفلام العربية اللي حضرتها آخر 10 سنين صراحة. يا إخوان الفيلم متعوب عليه، والقصة غريبة جدا. يعني كيف اللي كتب القصة فكر بهاي الشغلة. خلينا نشوف فيلم مرتب وفخم وإشي من اللي بيحبه قلبك. خلينا نشوف شو القصة، يلا بلشنا. بتبلش القصة يا إخوان مع حسام الخديوي. هذا البني آدم مالتي مليونير، مصاري عفق، بس مشكلته إنه زلمة مكتئب مليون. يعني مع كل المصاري اللي عنده والممتلكات والشركات، بس عنده مشكلة صغيرة إنه مرته هاي ما بتخلف، وهو مصمم إنه ما يتجوز عليها. ووصلت فيه يا إخوان المرحلة إنه بلش ياخد أدوية هلوسة. الأدوية هاي بتخليه عايش بجو ويطلع من الدنيا وينام ويصحى وهو مش داري عن حاله. لحد ما يوم من الأيام وهو قاعد ومكتئب بيجي تليفون من رقم برايفت، بيرن أكثر من مرة التليفون بس ما بيرد، لحد ما ينبعت له مسج من نفس الرقم. المسج بيكون عبارة عن بهدلة ومسبات وإشي من اللي بيحبه قلبك، وبقول له صاحب المسج تعال قابلني في المكان المعين. ولما بروح حسام عشان يشوف مين هاي أو مين هاد، بلاقيها بنت وبتقول له في عندي مشروع على هاي الفلاشة، شوفها وراح تعجبك. بقول لها بلا هبل بلا هبل بلا هبل. بس بيجي بالليل وبقرر يشوف المشروع اللي قاعد بتشرح فيه وبتقول إنه مشروع فخم. المشروع بعد ما يسمعه بيستفز حسام، واللي بيخليه يروح للبنت اللي بتبلش تشرح له إنه هو عبارة عن برنامج بيخليك تحلم بس بالحقيقة. يعني انت بتحلم بس انت حاسس باللي بتحلم، وانت بتختار الحلم اللي انت بدك اياه من سيناريوهات هي بتكون عامله لها سوفت وير وبرمجة وكتباها. في شغلتين مهمات، انه لما بدك تدخل على الحلم لازم تبخاخ تبخه في ثمك عشان يغمى عليك، ولما تطلع من الحلم نفس البخاخ. بس في شرط، اذا متت بالحلم بتموت في الحقيقة. اول حلم بدخله بيكون شخصية اسمها حسام الللي، بيكون زلمة كحيان ومتفجر وما فيش معاه مصاري بالمرة، وبيجي اول مصاري من جمعية. وبنفس الوقت بحب وحدة اسمها عيشة، بتكون هاي البنت هي عشقه، وهيك السيناريو بيكون مرتب. لحد ما يجي صاحب الجمعية تاني يوم ويقول له دفعني حبيبي هات المصاري، ويقول له شفتك حبيبي. بفقع البخاخ وبرجع بصحى من الحلم زي الأسد. لما بصحى حسام من الحلم بيكون متفاجئ من المصايب اللي شافها. زلمة بحلم عاش زي كأنه حقيقة وحس بكل إشي، وهذا اللي بيخليه بده يكتب لها شك بمبلغ عالي. إلا لما يشوفها تحمست بقول لها لا دقيقة، انت التحمس تبعك مش عاجبني، وانه احنا لازم نجرب المشروع اكثر من مرة عشان نقيم الوضع. وبنفس الوقت بالليل بروح لمرته وقاعد بحب فيها، بس لفجأة ببلش يشوف اللي شافها بالحلم اللي اسمها عيشة على شكل مرته. وهذا اللي بخليه عقب الحكي بتشمطه كف وبتقول له خليها مع مين سهران حبيبي، مع مين سهران كاين انت ولا. وباخر الليل بيجي عليها وبقول لها يا بنت الناس انا كنت ما كنت انت ايش مالك. وبلش يكذب عليها يمين وشمال ويقول لها شو مالك، ايام الخطبة مش سمعنا اغنية اسمها عيشة للشاب خالد. وببلش يخلط عليها، وبالاخر بتزبط اموره وبسلك الدنيا. يعني الوضع تمام. ومنلاقي فجأة البنت اللي اسمها سجل اللي طلعت له تاعت المشروع اختفت فجأة بدون أي سابق إنذار يا إخوان. وهذا اللي بيخليه يدخل بحالة هستيرية غريبة، وببلش يكسر في المكتب ويصرخ على أخوه ويسب عليه، لحد ما ترجع تطلع له مرة واحدة وتقول له معلم المصاري اللي أعطتني إياهم آخر مرة ما بزبطوا، إحنا لازم نظبط الموضوع، لأنه أنا إذا أنت ما دفعت لي اللي أنا بدي إياه أنا راح أختفي. والحلم الأول اللي خليتك تخشه وتعيش الجو هو عبارة عن إشي أنا استفزيتك فيه عشان تعرف الدنيا. بنبسط وبيحاول يساعد الناس، وبتيجي على راسه يا اخوان بوقع بحفرة. اشي فخم. بروح بعذر لاخوه وبقول له حقك علي معلم مش قصدي، وبعذر لمرته والامور تمام. وبيجي الموعد اللي برجع بقابل فيه سجا، وبتقول له معلم في احلام ثانية. بقول لها بدي كمال اللي بتقول له طب جرب هذا الحلم، وبتدخله يا اخوان على حلم جديد. الحلم بيكون عبارة عن حسام موجود في قارب في نص البحر، لابس لبس غريب بعرفش من وين جابوه، من اني خزانة، وعايش لحاله وبيحاول يلاقي أي إشي. لحد ما فجأة وهو قاعد من كثر الملل برن تليفون بيكون مكتوب عليه رشاد. برد بقول له معلم في شنطتين، شنطة موجود فيها مخدرات وشنطة بكون فيها مصاري، افتحهم طول اللي فيهم هسا بيجوك الشباب. بتفاجأ إنه الشباب جايين يقتلوه. هذا اللي بيخليه يفقع البخاخة ويطلع من الحلم. بيجي بلاقيها بتلعب، بتقول له اسمع خلص هذا الحلم هيك. بقول لها اسمعي أنا ما بديش أحلام ثاني، وديني كمال اللي أنا بس بدي كمال اللي. والواضح من كلامه يا إخوان إنه هو أصلا بلش كحسام يحب البنت اللي اسمها عايشة خلص. يعني بغض النظر عن الحلم هو بحبها، وكمان بتفاجأ إنها حامل، والشغلة هاي هو أصلا فقدها بحياته الطبيعية. وهذا اللي بيخليه يروح عشان يسرق شقة. الشقة اللي بده يسرقها هي أصلا شقته، يعني هو رايح يسرق شقته بالحقيقة. بأخذ معاه صاحبه وبنزلوا بدخلوا على الشقة، بما إنه هو عارف شقته وبيعرف المطبخ وين. واللي بفاجئه يا إخوان إنه كل الصور اللي في البيت بيكون صورته مش موجودة فيهم، ممسوحة على الكامل. بروح على الخزنة اللي هو أصلا عارف مكانها بما إنها شقته، وبيعرف الباسورد اللي هو الرقم السري تبع الخزنة. ولما بفتحها صاحبه بنصدم وبقول له إنه هاي الإيد اللي معاي أصابعي بتفتح أي خزنة. بقعد يعيط. بتيجي مرته بيجي بيحاول يقول لها ولك أنت مش عارفاني أنا حسام.
بتقول له حسام مين، خذ المصاري اهرب بس ما تقتلوني. وهون بكون مصدوم يا اخوان انه كيف اصلا مرته ما عرفته، بس بنفس الوقت قدر يلم المصاري عشان يطلع عيش من اللي هي فيه. وبكل ثقة بروح بدخل على امها لعيشة وخالها ويعطيهم المصاري المهر، وبقول لها بنت راح اتجوزك خلي اللي ببطنك ببطنك، وبطلع باكل درها وياها والامور تمام. لحد ما قاعدين بيسهروا عشان حفلة يودعوا العزوبية، بتلقطهم بلاقوا البنت بفقع البخاخ وبهرب، وبيجي بقعد يبهدل في سجا يقول لها انت ليش زبطت الموضوع هيك، بتقول له هي الدنيا هيك. ولما بيرجع على بيته بيلاقي الصور كاملة وصورته موجودة والأمور تمام لأنه مش بالحلم. ولما بيفتح الخزنة برضو المصاري اللي أخذها بالحلم بتكون موجودة. وشكله معلم صاحبنا أدمن على عيشه لأنه ما بطلب يدخل حلم إلا حلم عيشه. لما بدخل حلم بلاقي صاحبه داقق في ناس خسروه مصاري بالقمار وبده يرجع مصاريه، وبنفس الوقت عيشه بتعيط وبتقول له بدي إياك تتجوزني، قال لها راح أتجوزك، وبحفر حرف اسمه وحرف اسمها على شجرة، وبنفس الليلة بتجوز والأمور تمام. ولما يروحوا على الفندق والأمور سهلة والأمور على كيف كيفك، بدخل صاحبه عليه وبقول له معلم يا إما بقتلها يا إما بتروح تسرق لي خزنة وبتجيب لي مصاري بدل اللي خسرتهم، أنت أصابعك هدول بيفتحوا أي خزنة. وهذا اللي بيخلي حسام هاي المرة يروح يسرق إيش، الخزنة تاعت الشركة تاعته. وبالفعل معلم باخذ المصاري وطيران عمين على صاحبه الخنزير اللي خطف مرته اللي هي عيشة بالحلم، وبقول له معلم هاي المصاري، بس بيتفاجأ برصاصة بتقتل عيشة قدامه. وهون يا اخوان بيكون اتدمر على الكامل، مع انه حلم بس يعني خلص اتبهدل بهدلة كثيرة واتضايق كثير عليها بطريقة مش طبيعية. ولما بيحكي لسجا رجعيها بتقول له اللي بيموت ما بيرجع، هذا اللي بيخليه يفقد أعصابه ويرجع يوقع من أول وجديد ويفوت بحالة اكتئاب أقوى من اللي كانت أول إشي. هذا اللي بيخليه يعترف لأخوه بكل الحكي اللي صار معه وبنفس الوقت لمرته، ويروحوا طيران على المكان اللي كان يروح يقابل فيه سجن. ولما بيكسر الباب وبدخل بيلاقي انه البرمجة كاملة باسم حسام الخديوي، يعني هو اللي سوى البرنامج مش حدا ثاني. ولما بخدهم وبروحوا لوين، على الشقة اللي كان يقعد فيها لما كان يدخل الحلم، بيلاقوا انه اجار الشقة باسم حسام الخديوي، يعني هو اللي عامل كل اشي. وهون بيفكروه انه دخل بحالة اكتئاب اكبر ولازمه دكتور نفسي، وهو كمان بيصدق هذا الحكي وحالته بتزيد أسوأ وأسوأ، واحتمال يسفروه برا البلد عشان يعالجوه. وهو قاعد ومكتئب تجي الخدامة وبتقول له في واحدة تحت بتهياك. بيتفاجأ يا اخوان انه هي عايشة بالحقيقة، وبتقول له انه خالها هو اللي قال لها اعملي هاي التمثيلية. بقول لها مين خالك؟ بتقول له خالي فلان الفلاني. بيطلع مين خالها معلم؟ صاحبه الخنزير. باخده بشمطه قتله وبخليه يدله على بيت سجى الحقيقي. ولما بيطلع بيقابلها سجا بتشرح له الليلة كاملة وإنها هي كانت موظفة بشركته وكشفت مرته بتسرقه بالكسور تحت المصاري. ولما واجهت مرته قالت لها بدل ما قاعدة بتسرقي كسور، أنا عندي نصبة من اللي بيحبوا قلبك بخليك تمليني وعشان تحجري عليه إنه صار مريض نفسي. وببلشوا يعطوه حبوب الهلوسة وبظبطوا الدنيا وهم اللي برتبوا كل إشي. وكيف كانوا ينقلوه، كان البخاخ ينبخ في ثمه ويغمى عليه، ينقلوه يودوه على المكان الثاني ويغيروا الأواعي تاعته. وبنفس الوقت مشت كل الدنيا لحد ما بعتنا له مسج. هون حسام بيقرر يعمل حركة خبيثة، ببلغ سجا تبلغ مرته إنه لازم نعيد الكرة لآخر مرة، فبوافق. بس المشكلة هون إنه بكون حسام صاحي مش نايم عشان يعرف الآلية اللي بيصير فيها القصة. وكل هذا الحكي يا إخوان بكون مراقب صوت وصورة لحد ما يصحى حسام اللي هو أصلا كمال اللي بس هالمرة عارف إنه هذا كله هبل بهبل. بطير طيران وبروح وين ياخذ مصاري من شقته، بيلاقي مرته هناك وبكون بده يقتلها. فجأة بتطلع سجا قدامه وبتطلب منه يتنازل عن كل أملاكه بورقة مقابل إنها ترجع له سجا. وهون مرته بتنفجر وبتقول له ما تصدقهاش هذا كله كذب. وبقول لها طب ما أنا بعرف إنه كذب وعرفت كل هذا الحكي، كل هذا الحكي عملتيه إيش عشان المصاري؟ ما كل المصاري كانت إلك وعليك وعمري ما حسبتك. اقلب وجهك اطلع برا. بشدها من شعرها وبقول لها اقلب وجهك برا، وانت ولا يا خنزيرة تعالي اعطيني الورقة تاعت التنازل واقلب وجهك يلا بشعرك واقلب وجهك اطلعي برا. بيكحشهم وبطيران وين معلم؟ على عيشة اللي أصلا حبها من كل قلبه. بلاقيها بتشتغل في محل ألعاب ودباديب، بلاقيها بقول لها اسمعي من الآخر أنا كثير بحبك، وبشمطها يا إخوان حضن هي أصلا بخف حقلها عليه. وهيك بخلص الفيلم. بعينك والله يا إخوان إذا وصلتوا معاي لهاي الدقيقة ادخل لفلك لفة في القناة، شوف لك شو الأفلام اللي منخبصها قاعدين، يعني لفة على الخفيف، واعمل لايك اعمل شير اشترك إذا بدك تشترك. والله ما أنا عارف شو بدي أقول لك، خلص اعمل اللي بدك يا غالي.